العقل نعم عزيز ومهم، لكن العقل ليس عقلا واحدا. البراهين العلمية الحديثة للحياة ولنشأة الحياة ونشأة الإنسان وإلى آخره، سواء بفكرة الانفجار العظيم أو بفكرة يعني ما أدت إليه ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم إلى آخره، القرآن يعطيك برهان أقوى منها، لكن لا بد أن تكون تمشي في المقدمات، مثل ما قرأت الفلسفة من أولها حتى وصلت إلى قناعة بالإلحاد، امشي مع القرآن من أوله، من أول براهينه حتى تصل إلى البرهان، ووازن بينهما، وازن بين هذا وهذا، واعط نفسك حرية التفكير، ستجد أن سبب انحراف من ذهب إلى الفلسفة وقرأها وأدته إلى الإلحاد أنه لم يهتم بكلام الله جل وعلا، اهتم بكلام أذكياء البشر نعم، ولكن لم يهتم بكلام الله جل وعلا. إذا كان لا يؤمن بالله، لكن اقرأ كمستفيد من كتاب آمن به ملايين مئات الملايين من العقلاء والأذكياء. ليس المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم غبيا، ما آمنا عن غباء، ما آمنا عن تقليد، ما آمنا عن ذهول، لا، آمنا عن علم، آمنا عن معرفة، آمنا عن دراسة، آمنا بالله جل وعلا لأننا نرى الله جل وعلا في كل شيء. هذا الإيمان ليس تقليدا للآباء والأجداد، إنما هو عن برهان. قرأنا القرآن، حفظنا القرآن، تتبعنا الآيات، عرفنا العقيدة، كيف يحرك الله جل وعلا الكون، وكيف نتج كل شيء في هذه الحياة، كيف نتج كل شيء في هذا الكون.